السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. طبعا لو فاكرين البط ده معايا، أنا كنت مختارة مجموعة عبارة عن 6 بطات وذكر، كان الذكر ده ومعاه 6 بطات. طيب هنا المكان ما فيش فيه غير بطتين وذكر ليا ومشاهد. الأربعة فين؟ الأربعة وزعتهم على القبط جوه، وهوريكم دلوقتي أنا عملت إيه. طيب ليه وزعت الأربعة؟ لأن الحمد لله ربنا كرمني ورضاني، ولقيت البطة ديت عليها بيضة امبارح. فالحمد لله دي كانت مفاجأة بالنسبة لي. دي أول بطة من ال6 بطات إن هي تبيض، يعني أول إنتاج من المشروع الجديد. فما شاء الله عليها، ربنا يكرمنا منها ويرضينا منها خير. وطبعا الذكر اللي معاهم ده أول شغل له، يعني الذكر من دور البطة كانوا طالعين من بطة واحدة. كان عندي عدد من البط وذبحت اللي هو كنت سايباه للتسمين كله على عمر 4 شهور، والباقيين دول يعني البطة تعتبر بطت تقريبا على 6 شهور او 6 شهور ل 10 ايام، يعني 5 شهور ونص في الحدود دي. وذبحت اللي هو كان مخصص للتسمين كله، واللي انا اخترتهم من ضمن الدفعة دول اللي سبتهم كان الذكر من دور البطة يوم بيوم. طيب هو اشتغل الكسر، انا بشوفه هو اشتغل الكسر. طيب بس اللي ياكد لي ده لما البطه ان شاء الله باذن الله ترقد واجي افحص البيض، اعرف اذا كان بقى البيض مخصب ولا لا. عملت ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو علشان الفيديو بتاعنا يترفع ويبقى جزاكم الله كل خير. اهو الدكر اهوت، انا كنت مختاره اكبر دكر في الدفعه واكبر نوتي موجوده. فالحمد لله البطه البيضه دي لقيتها ايه عليها بيضه زي ما قلت لكم. جيت ادخل اكل الفراخ، لقيت البطه الاميه القديمه دي عليها بيضه هي كمان. لا مش عليها بيضه، اقصد لقيتها بيضه، لقيتها بيضه عند الفراخ لاني سايباها عند الفراخ مع دكر تاني. طيب التصرف كان ازاي؟ يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع ويبقى جزاكم الله كل خير. التصرف، عملت عش هنا كده اهو زي ما احنا شايفينه. عملت عش هنا اهو زي ما احنا شايفينه، وعملت عش تاني في الزاويه اللي هناك ده اهي، هوريهم لكم كده اهو زي ما احنا شايفين كده. عملت عش هنا اهوت، حطيت لها فنشاره وحطيت لها في قش، وجبت شكاره هي تنتها 2. في شكاره هي يا جماعه عشان تبقى عازله ما بين الصبه وما بين البيض، تنتها 2. وقمت حاطه ايه، وقمت حاطه لهم البيض في العشه. بس انا هقول لكم هم عملوا ايه امبارح. الكلام ده كان امبارح المغرب لما جيت ابيت بقى. خدت البيضه اللي البطه باضتها في الاوضه التانية، يعني لو البطه باضت في اوضه الفراخ او في اوضه تانية وانا مش عايزه ارقدها في الاوضه دي، ينفع انقلها في عش تاني بره؟ ايوه ينفع. ابدأي من البدايه. لو باضت عندك بيضه 2 3 4 بره المكان، انقلي لها في المكان اللي انت عايزه ترقدها فيه، وانقلي لها البيض في العش وهي هتروح تبيض عليه. طيب فرضا ما باضتش عليه وباضت بره العش، كل يوم انقلي لها البيضه مع الارض وحطيها في العش، رجعها تاني، وهي هيجي عليها الوقت اللي هتروح تكمل بيض عليه. انا بقول لكم حاجه عن تجربه. طيب عملت عش هنا وعملت عش هنا بحيث ان اتجاه البط ما يبقاش باصص لبعضه. طيب اشمعنى الزاويه دي اللي اخترتيها؟ انا برضو عشان اديكم المعلومه كافيه ووافيه. اشمعنى الزاويه دي اللي اخترتيها؟ شايفين الزاويه دي هنا عمود مسلح اهو، ودي زاويه بس انا واخده منها زاويه. طيب اشمعنى الزاويه دي؟ علشان ان شاء الله باذن الله المكان ده واسع، والمكان ده ببقى اسمن فيه البط اللي هو بتاع الذبيح. فاكيد ان شاء الله باذن الله هحتاجه عشان البط اللي هو صغير عندي ده، اكيد هحتاجه، عاوزه اوسع المكان عليه اجيبه هنا. طيب يكون البط ده خلص بيض، يكون خلص بيض وانا محتاجه المكان، هعمل ايه؟ هقوم جايبه الباب المتحرك اللي بجيبه معايا، واقوم قافله هنا كده على الزاويه دي على البطتين، واحط لهم اكل وميه، ويبقى هم كده مع نفسهم، واسيب بقيه البط في بقيه المكان هنا. يعني ده عادي؟ ايوه عادي، ما تقلقوش، طالما قافله عليهم كويس خلاص. المهم ان هما ما يشوفوش البط التاني اللي انت سايباه عشان تربيه. طيب يعني دي بطه اميه طلع عندي قبل كده، دي اللي هم ولادها، هوريهم لكم دلوقتي، هوريكم ولادها دلوقتي حالا كده اهم. ولادها اهم، ولاد البطه اللي باضت ديت امبارح اهم ما شاء الله عليهم. دول كانوا بطتين، بطه مطلعه بط وفراخ، وبطه مطلعه بط. فامهم دي كانت مطلعه بط، كانت مطلعه بين حوالي 17 18 بط اهم ما شاء الله عليهم. والام بتاعتهم ان هي رجعت طبيعي. الام بتاعتهم باضت على قد ايه؟ تعتبر الام بتاعتهم باضت على 16 يوم، 16 يوم. تعتبر الام بتاعتهم باضت على 16 يوم. فالبطه اما بتبيض بعد اسبوعين اما بعد 3 اسابيع
عادي مفيش مشكله. دي اقصى حاجه ليها. ليه؟ لان بقطف البط الصغير منها من عمر يوم وبربيها انا زي ما حضراتكم عارفين. لو انا بسيب لها البط الصغير تربيه هتتاخر في البيض، عشان البط اللي الناس عندهم بيتاخر في البيض فبيستغربهم. لا ما تستغربوش، هو ده هيكون المقابل. البطه هتتاخر في البيض طالما بتربي عيالها، هتبيض بعد شهرين بعد 3 في الحدود دي. طيب ده اللي انا عملته بالظبط. طيب عملت ايه بقى امبارح؟ عملت لهم عشتين وقفت كده اشوفهم هيعملوا ايه. لقيت بقى ايه؟ لقيت البطتين الاثنين، البطه تدخل هنا البطه الثانيه تيجي وراها ويشكلوا، البطه تروح هنا البطه الثانيه تيجي وراها ويشكلوا. طيب في الاخر قلت خلاص انا هسيبهم مع نفسهم واحط البيضه اللي كانت البطه بيضها عندي في قلب عش منهم، وكل بطه تلتزم بعشها او يبيضوا مع بعض اشوف هيعملوا ايه. صبحت الصبح النهارده لقيت الثلاث بيضات هنا. انا كان طبعا في بيضه اللي كانت البطه بيضها قبل كده، فقمت حطاها هنا، فلقيتهم هما الاثنين بيضين على البيضه بتاعتها. فقمت انا عملت ايه بقى؟ حتى شايفين بيضه البطه البشاير هتلاقوها صغيره اهيت، قشرتها جامده وسميكه الحمد لله اللهم لك الحمد. دي بيضه البطه البيضه اللي اول وش دي. لو انا ما بهتمش باكل البط بتاعي البطه مش هتجيب البيضه صحيحه سليم. طيب دي بيض البطه الاميه اللي انا وريتكم ولادها اهو، هتلاقوه مميز عن البيض اللي هو الوش اول اكبر منه اهو بشويه، فهو بيكون مميز نفسه. فالمهم ان انا عملت ايه؟ جبت البطان هنا بتوع البطه الاميه، قلت عشان كل يوم هنقل لها البيض هنا عشان يجي وقت اقفل على العشه دي على البطه البيضه والاميه تلتزم بمكانها هنا. يعني كل ما البطه الاميه تروح تبيض هنا هشيلها، هو بيضها هو مميز نفسه، هشيل البيض بتاعها هنقله لها في العش هنا لغايه ما يجي وقت الاقي واحده فيهم ما عليهاش بيضه هقوم قافله العش والتانيه هتضطر تبيض في العش بتاعها ده. ده بيكون التصرف. والتجربه دي ناجحه جدا جدا، وان شاء الله تلف الايام واصور لكم البطتين هم كل بطه ملتزمه بعشها ان شاء الله باذن الله، زي ما بنعمل مع البط اللي فات بالظبط. عملت ايه في بقيه البط بقى؟ تعالى اوريكم. هنا بقى عايزه اقول لكم حاجه تانية. ده عش تاني ومكان تاني، انا مقسمه الاماكن عندي كده. البطه ديت اللي كانت بتبيض عندي وتقطع، اللي هي كانت اخر بطه من المجموعه اللي فاتت اللي كنت مختارها للبيض والركود، كلهم باضوا ورقدوا وطلعهم، ودي الوحيده اللي ما كانتش رقدت لسه، كانت بتقطع في البيض. طول ما هي بتقطع في البيض وحاسه ان عنقود البيض بتاعها لسه مكون بيض مش هترقد. فالمهم صبرت عليها ومرضتش اذبحها لانها كانت تقيله وحجمها كبير وكويسه. فانا عملت ايه بقى عشان تكونوا بس عارفين؟ فانا لقيتها جت المره دي تبيض، قلت لا بقى انا مش هاخد البيض بتاعها خالص وهسيبها احضر لها عش، اعمل لها عش واعمل لها مكان مع ذكر، عشان اول ما تخلص عدد البيض زمانها مش هتبيض كتير لانها بيضت كتير قبل كده وانا خدت البيض بتاعها. قلت هوفر لها مكان واوفر لها عش عشان اول ما ترقد حتى لو ما بيضتش كتير اكمل لها بيض فراخ واستفيد منها ان انا ارقدها على بيض فراخ. وبالفعل ده حصل، بالفعل ده حصل. قطعت في البيض المره دي، ايوه قطعت في البيض برضه، بقى تبيض يومين وما تبيضش يوم، تبيض يومين وما تبيضش يوم، ودي حاجه غريبه عليا ما كانتش بتحصل مع البطه عندي. البطه الوحيده اللي عملت كده. عشان دايما كده بقول لكم اختيار البطه ما بيجيش من اول مره، ما بيجيش بالساهل، لازم تقعدي تجربي. وفي الاخر يعني كان ممكن حد تاني يزهق ويذبحها من بدري، على فكره كان ممكن حد يذبحها من شهر فات، بس انا قلت هصبر عليها، انا بحب اصبر على طيور جدا. ده الذكر اللي معاه. طيب هي باضت ايه بقى؟ باضت لحد ما وصلت تقريبا 7 بيضات، تقريبا تحتها 7 أو 8، وبقى لها يومين ما باضتش وراقده خلاص على البيض وما عليهاش بيض. تعرف ان هي كده خلاص رقدت، المفروض مني اشيل بقى الذكر ده من المكان ده واعمل ايه؟ وارسلها بيض فراخ ان شاء الله، بس مش دلوقتي، بعد 13 يوم من الركود لو احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف بترسلها بعد 9 ايام من الركود، لان تطليع البط في الصيف بيطلع على 30 يوم، في الشتاء بيطلع على 34 يوم واحيانا 35 يوم، بيتاخر في الشتاء شويه. فانا قلت خلاص ربنا يكرمني واحوش لها بيض من بيض الفراخ، وعلى اليوم ال 13 او ال 12 ارسلها بيض فراخ ان شاء الله تكمل عدد مع الكام بيضه اللي تحتها، وربنا يكرمنا منها ويرضينا منها خير. دي تجربه مختلفه بس انا سعيده بها جدا. وهلف كده بالكاميرا شويه معاكم كده هلاقي ايه؟ دول بطتين اللي هم راقدين ومستقرين، ربنا يكرمنا منهم ويرضينا منهم خير. انا برضو بحب اطمن عليهم من حين لاخر، هم راقدين برضو هنا جنب بعض. يعني ممكن تلاقوا عند المكان ده مفتوح كله وانا عامله فيه حواجز عشان يكفي كام مكان للركود، لان مش هينفع اسيب دكارين مع بعض في نفس المكان. ادي بطه راقده اهي، وده البطه البيضه التانية اللي هي راقده اهي ما شاء الله عليها، ربنا يكرمنا منها ويرضينا منها خير يا رب اللهم امين. اهي البطه البيضه التانية اهي
طبعا كده زي ما احنا شايفين البطيطين دول لسه ما طلعوش برضو، هم كمان لسه ما طلعوش، بس دول اللي هم قربوا يطلعوا الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. بس يوم ايه بالظبط انا مش عارفه بصراحه، انا مش متذكره يعني. فربنا يكرمنا ويرضينا منهم خير، ويوسع ارزاقنا وارزاقكم بالخير والرزق الوفير اللي يملى بيوتنا يا رب، اللهم امين. اتعبي واجتهدي، واللي من رزقك في الاول وفي الاخر هو اللي هيكون. انا دايما بقول لنفسي كده، بقول لنفسي طالما يعني لسه في شويه طاقه انك انت تعملي حاجه لبيتك وولادك اعمليها، وربنا يكرمنا ويرضينا جميعا يا رب. دي بقى ايه؟ دي اللي انا صورتها معاكم المره اللي فاتت، اللي كنت هرصلها بيض فراخ من يومين. البطتين الاخرى ده هم برضو اللي صورتهم قبل دي، برضو فيهم بطه راقده على بيض فراخ بس، والتانية راقده على بيض بط. دي بقت راقده على بيض فراخ وبيض بط، واللي بره خالص برضو هرصلها بيض فراخ ان شاء الله باذن الله، مع الكام بيضه اللي بيضتهم. ابقى انا كده استغليت البط اللي راقد عندي استغلال كويس، يعني ربنا يجعلنا منه. سواء انا بقى خدت الفراخ ربيتها ليا، سواء انا بعتها مع البط، ايا كان اللي من رزقه ومن نصيبه حاجه هيشوفها. المهم طالما انا بايدي ان انا اسعى على حاجه وهي متوفره عندي، فالحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر والفضل العظيم. خلاص اسعى عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه. دي طبعا زي ما قلت لكم، دي تعتبر لا مش اخر بطه بقى هتطلع، لان لسه رصرها البيض، يعني المفروض قدامها 3 اسابيع وتطلع. دي هتبقى الاخيره، لا دي كانت هتبقى الاخيره، بس اللي رقدت امبارح التانية دي اللي كانت بتقطع في البيض هتبقى الاخيره بعدها بقى. يعني خلاص طالما في واحده جديده رقدت، يبقى هي دي مش هتبقى الاخيره. تعالى بقى اوريكم انا وزعت البط فين. هنا زي ما احنا شايفين، دي الاوضه اللي فيها العتاقي الفراخ الكبيره اللي بجمع منها بيض وبفرخه اهو. شايفين البط هنا بقى انا عملت ايه؟ جبت هنا بطتين امبارح اهم، بطتين حتى هتلاقوا ريشهم بيلمع كده اهم. دول البطتين اللي جبتهم هنا امبارح، لان في هنا دكر اللي هو الدكر الابيض ده، بس الدكر ده لسه عايزه اجرب معاه بط عشان اشوفه هل لسه بيخصب ولا لا. ليه؟ لان التخصيب اللي فات لقيت فيه تفاوت، بس انا مش متاكده التفاوت ده من قله التخصيب ولا عشان كانت اياميها ضوافره ماسكه في بعضها. انا طبعا شلت كل ضوافره الكبيره اللي خالص اللي كنت تشوفوها تقولوا ده عجوز، انا شلتها كلها اهو. في هنا دكر، هو كده كده كان معاه بطه تانية اهي، فانا جبت هنا بطتين، والاوضه التانية وديت فيها 3 بطات مع الدكر برضو التاني، هوريهم لكم الوقت. انا هنا باكلهم اهوت، قلت افطرهم بقى كده معاكم بالمره. ربنا يكرمنا منهم ويرضينا منهم. يبقى عندك فرختين زي دول تجمعي منهم بيض تفرخيه. الفراخ دي ما شاء الله ما شاء الله عليها يا جماعه، عشان بقت فراخ مستحسنه عندي، تعتبر اصلها ماشي بلدي حر، بس عادت بتديني سلاله هجين او مشعر عالي. ليه بقى؟ لان ما شاء الله ما شاء الله عليها لما تديكي سلاله زي دي من اصل كان بينتج اصلا بيض كويس، حاجه كويسه جدا، غير لما تشتريها من بابها هي كده. الحمد لله. الفراخ اللي في الاوضه التانية لما جيت اعمل البيض بتاعها، لقيت في البيض فيه بصفرين، هما كانوا طالعين رقد من عندي وكبرتهم، لاني بختار حجم البيضه الكبيره. فما زلت هقول لكم كبري حجم البيضه، لما تيجي ترقدي البيض هتديكي فرخه هجين عالي، وقت ساعتها تقدري تستغليها وتربيها كتسمين، مش كبيض بس، كتسمين وتذبحيها. اشوف هما كده بيضوا ولا ما بيضوش. لقيتهم بيضوا ايه، كام بيضه كده هجيبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هما طبعا لسه ما رجعوش يبيضوا قوي زي الاول، بس الحمد لله الحمد لله. بجمع من البيض اهوت وبرقده اهو، يعني بجمع بيض يومين ولا حاجه واقوم مرقداه. حلو رضا وزي الفل اهمت، حلوين. حجم البيضه هي دي البيضه اللي بتفرخيها، حجمها ما شاء الله كويس اهو. هنا دي الاوضه التانية اهي زي ما احنا شايفينها ما شاء الله عليها. ده الدكر ده كان هنا، وكان معاه البطه الاميه الكبيره دي. البطه الاميه الكبيره دي اقدم بطه عندي، بقالها تقريبا داخله في 5 سنين. البطه ما شاء الله تقلت، بطه ما شاء الله جرمه ووزنها تقيل وحجمها كبير. هي تقلت خالص بس لسه ما وسعتش للبيض، بس قريب يعني اسبوع بالكتير وتلاقيها بدات تبيض برضه. فربنا يكرمنا منها ويرضينا منها خير. هنا كان معاه البطه دي بس، قمت انا جايبه ايه ال3 نوتشي اللي كانوا بره اهم، جبتهم هنا امبارح. قمت جبت ال3 هنا ووديت ال2 الاوضه التانية على ما يجوا يشتغلوا براحتهم. هم قدامهم حوالي اسبوعين ويبداوا يشتغلوا ويبيضوا برضو. طبعا يا جماعه البيض لما بيكون صغير قوي انا ما برقدوش. لما بيكون في بطه حجمها كويس بتلاقيها جايبه البيضه زي مقربه البيض الاميه دي، برقدها ما اخسرهاش، لا برقدها
بتكون كويسه، وجربت التجربه ده المره كم مره. زي ما قلت لكم لو البيضه قدام مني صغيره قوي ففعلا الدفعه بتطلع صغيره. وقبل كده ربيتها وقلت ايه، ولقيتها برضو ما كبرتش قوي بس طلعت. اصل الناس اللي بتقول هو اول وش بيموت، لا مش بيموت ولا حاجه، هو بيطلع عادي. وبطه تانية بدل بطه، كام بطه كانت وش اول ليها، وما شاء الله ما شاء الله انا ولادها عامله منهم سلاله. يعني الامهات الكبيره القديمه اللي عندي اللي انا مرقداها دول كانوا وش اول لبطه. فمش كل وش اول بيكون وحش، عشان بس تكونوا عارفين. هم ما شاء الله عليهم. هتقولوا لي طب دول مش كتير على الذكر؟ هم كتير على الذكر بس انا مش سايباهم هم بيبيضوا. لا هم ما بيبيضوش لسه فعادي، انما لو بيبيضوا يبقى الافضل بطتين اتنين يا تلاته مع الذكر بالكتير. عايزه اوريكم حاجه كده انا لقيتها اهي. فراخ هي احيانا بتبيض على الارض، فالفرخه اللي هنا بيضه هناك اهيت، وهم الحمد لله ما كلوش البيضه، لا البط كلها ولا الفراخ كلتها. هم اخرهم يدحرجوها كده ببقهم وخلاص. البيضه ما شاء الله عشان قشرتها سميكه وقويه فما يعرفوش ياكلوها. والفراخ كمان ما عندهاش نقص الكالسيوم ولا نقص بروتين، فبرضه ما ياكلوهاش. هياكلوها ليه؟ هم ما عندهمش نقص اصلا عشان ياكلوها. فدي الميزه اللي انا كنت عايزه الناس برضو تعرفها، ان لو الفراخ البيض قدامها كده وهم ما عندهمش نقص كالسيوم مش هياكلوها. لو البيضه قدامهم كده والبيضه قشرتها سميكه مش رقيقه برضو مش هتتكسر، مش هياكلوها. فربنا يكرمنا جميعا ويوسع ارزاقنا. الفيديو طول معايا جدا، كان ممكن اقسمه على فيديوهين ثلاثه، فانا ما حبيتش اطول الفيديو عليكم النهارده. كان نفسي ان الفيديو اقصد ما يدخلش معايا النهارده، بس هو طول غصب عني والله، لان كنت عايزه اوريكم التفاصيل كلها، لان كل دي اسئله بتجيلي فحبيت اجاوب عليها في فيديو مره واحده عشان ما افضلش ان انا اعد فيديوهات. بس بتمنى من حضراتكم الدعم للفيديو، لان لما بلاقي الفيديو ما بيتشافش او ما عليهوش لايكات اكيد انا مش هحب اصور تاني. الناس اللي حابه ان انا استمر معاها تحط لايكات على الفيديو وتشير الفيديو. ربنا يجازيكم كل خير. طبعا الفراخ دي كلها اللي هي طالعاني من الرقد، الفراخ دي طالعاني من الرقد يا جماعه، برده من رقد الفراخ اللي عند الامهات اللي انا وريتها لكم الكبيره دي. طيب طب انتي ليه حطاهم في اوضتين؟ لان دول كانوا لسه صغيرين ما كانش ينفع احطهم مع الكبار على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايزه اميز القدام اللي عندي من الجداد، عشان لو حبيت اذبح الفراخ اللي هي القديمه فيها فراخ عمر 4 سنين و3 سنين، لو حبيت اذبحها ابقى مميزاهم من الفراخ الجديده دي. بس النظريه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.